السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس وانتم تتفرجوا في هذا الفيديو. اليوم جيت ندير معكم دي تارتولات اللي تقدروا تقدموهم مع العصائر، يجوا بزاف بنان وماشي حلوين كامل. طريقه سهله وبسيطه جدا. شوفوا معايا هنا كي قطعت لكم حبه فيها 3 طبقات. عندنا الكريمه والكروستيون هذاك واللي فون دو تارت اللي كنت درتهم معكم من قبل. نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، ونخلي لكم كذلك الوصفه مكتوبه في صندوق الوصف. خدمت العجينه وجبت لي فون دو تارت اللي راح نخدم فيهم. نتوما جيبوا اي نوع تاع فون دو تارت، ماشي ملزومين بهذا النوع، يعني انا نفضل هذا النوع يرفد القليل يعني من الكريمه، ولكن نتوما اللي عندكم انواع واحده اخرى تقدروا تخدموا بهم. شوفوا معايا نحطوا العجينه هكذا ونبداو نطلعوا للفوق ونحو الزائد هذاك. هاملك لي فون دو تارت عاديين جدا. شوفوا نطيبوهم على نار 180 درجه حتى يحمروا بيان، نكونوا تقبناهم بالفرشيطه. طبعا كنت درت حجم صغير وحجم كبير، هاي ليك شوفوا معايا حتى يطيبوا حموره باش يجونا بنان. نروحوا للكريمه. هنا عندي كميه تاع 150 غرام شوكولا بيضاء، ضفت لها 2 ملاعق تاع زبدة الفول السوداني، وانتوما اذا كانت ماشي موجودة عندكم ولا ما حبيتوش ديروها تقدروا تضيفوا هنايا 2 ملاعق تاع زيت، ولا ديروا كريمه تارتيني بالجود تاع البوينو باش تجيكم الكريمه تاعكم بيضة. هذه الاضافه باش ما تجمدناش هذيك الشوكولا تقعد طريه. وضفت لها 2 ملاعق تاع كاوكاو محمصين ومرحيين. من بعد نبداو نضيفوه في الكروستي تاع الفلافيتين باش تجينا مقرمشه. نقعدوا نضيفوا فلافيتين على حسب الكميه حتى تولي لنا شاده روحها مليح. فوالا هكذا انا ضفت لها 1 ملاعق كبار تاع لافيتين. هذه الكميه تعمر لكم ما بين 15 و 17 حبه تاع لي تارتولات على حسب الكبر تاع المول ديالكم. فوالا نديروا هكذايا الكميه المناسبه، ومن الافضل يعني ما نحطوهمش في الثلاجه على خاطرش يجمد هذاك الخليط. يعني احنا هاد المرحله نديروها يوم التقديم. فوالا هنا حنديروا الكريمه البيضاء. كنت درت هنايا نصف كاس تاع شانتي غبره ونصف كاس تاع الكريمه السائله، وطلعتهم مع بعضهم. من بعد ضفت لهم القليل من الماء غير باش تولي هذيك الكريمه رطبه. شوفوا معايا هنا خلطتهم مليح مليح. هي هذه المرحله نديروها يوم التقديم، قلت لكم نكونوا وجدنا لي تختلات من قبل، والكريمه هذيك سهله نحطوها يعني في هذاك اليوم. ومن بعد نخدموا الكريمه وشوفوا نحطوها في لابوشادوي ونبداو نعبزوا عليها هكذا. شوفوا كيما راني ندير هكذا. شوفوا معايا شغل نحطوا لابوشادوي داخل ونبداو نطلعوا غير بالعقل. الكميه هنا تكون يعني ماشي كبيره بزاف تاع لاكريم وماشي قليله. من بعد نغلف هذيك الكريمه بالكاوكاو اللي يكون مرحي ومحمص. طبعا شوفوا البنات ملاحظه انا خدمتها بالكاوكاو، نتوما تقدروا ديروها يعني بالبيستاش، تقدروا ديروها باللوز بالجوز، يعني باي مكسرات تحبوا تستعملوها في هذه الوصفه. تبدلوا غير المكسرات والكريمه اللي ديروها من الداخل. يعني تقدروا ديروا بلا كريمه بيستاش، تقدروا ديروا بلا كريم بوينو، تقدروا ديروا بشوكولاته الطلاء السوداء، عادي جدا. يعني دايما راني نقولكم انا نعطيكم الفكره وانتوما ابدعوا في المطبخ ديالكم. تسمى كل واحد يدير على حساب المقدور ديالو وعلى حساب الحاجه اللي هو حابها. وهاي لك الحلوه ديالنا في شكلها النهائي جات بزاف بزاف بنينه ما شاء الله. يعني نغيروا على لي تارتولات اللي مورفين تعرفوهم دايما. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم هذه الوصفه. دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.